أهلا بكم طلبة سنة تانية إعدادي. النهاردة هنكمل معاكم الجزء التاني من حل أسئلة الوحدة الأولى من كتاب الامتحان. إحنا في الفيديو الأولاني شرحنا أو حلينا مع بعض الأسئلة. الجزء الأولاني اللي هو اختار الإجابة الصحيحة، وجاوبنا الخريطة رقم 2، وجاوبنا السؤال بتاع الجدول ألف وب، وجاوبنا أكمل العبارات، وجاوبنا صح وغلط، وجاوبنا صوب، وجاوبنا اكتب المصطلح الجغرافي. فاضل لينا سؤال بما تفسر والأسئلة الباقية إن شاء الله. طبعا أنا هسيب لكم الفيديو الأولاني في الوصف علشان لو حد عاوز يتابع الحل بتاع الجزء الأولاني يكون معاه. هنبتدي مع بعض بسؤال بما تفسر. بيقول لنا هنا قيام الحضارات القديمة في مناطق الزراعة بالوطن العربي. هقول له بسبب هنا استقرار الإنسان على ضفاف الأنهار. طبعا اللي معاه كتاب او معهوش ممكن يكتب الاجابات في ورقة ويتابع معي. يبقى بسبب استقرار الانسان على ضفاف الانهار. اتنين، بيقول قيام الزراعة في الوطن العربي. احنا قلنا ان الزراعة قامت بسبب عاملين، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية هقول هنا موارد المياه والتربة الخصبة والمناخ، والعوامل البشرية مثل السوق والأيدي العاملة ورأس المال. دي الإجابة. تلاتة، زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بالوطن العربي. هقول له بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة. رقم أربعة بيقول لنا هنا اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. هقول له بسبب تعدد موارد المياه في الوطن العربي واختلاف أماكنه. بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول لنا هنا قيام الزراعة في الأجزاء الشمالية في الوطن العربي. هقول له اعتمادا على مياه الأمطار الشتوية. بعد كده السؤال رقم ستة بيقول لنا هنا قيام الزراعة في الواحات الداخلة والخارجة. هقول له بسبب وجود المياه الجوفية أو بين قوسين الآبار والعيون. سؤال رقم سبعة أهمية الإنتاج الزراعي للوطن العربي، أو بمعنى أصح أهمية الزراعة للوطن العربي. هقول له ألف، يمد السكان بالمنتجات الغذائية. اتنين، توفر فرص عمل. تلاتة، توفر المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة. بعد كده السؤال رقم 8 بيقول لنا حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي. هقول له بسبب عدة عوامل. واحد، تفاوت كمية الأمطار. ب، زحف الرمال. تلاتة أو جيم، الرعي الجائر. أربعة، زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. بعد كده سؤال 9، تركز زراعة القمح في مصر. هقول له لتوافر ظروف زراعته، وهي الحرارة المعتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. رقم 10، تركز زراعة الأرز في مصر خاصة في شمال الدلتا. أقول برضك لتوافر ظروف زراعته، وهي تربة خصبة جيدة الصرف. وتاني حاجة مياه وفيرة وحرارة مرتفعة. بعد كده سؤال 11، تجود زراعة القطن في مصر. أقول برضك لتوافر ظروف زراعته، وهي الحرارة المعتدلة، الحرارة المرتفعة، وتربة الخصبة جيدة الصرف، تمام، والأيدي العاملة. بعد كده 12، تجود زراعة قصب السكر في مصر. أقوله برضك لتوافر ظروف زراعته، وهي جو مشمس طوال العام، ومياه وفيرة، وتربة خصبة. بيقول لنا هنا سؤال رقم 13، لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لقصب السكر على إنتاج السكر بس. بمعنى إن قصب السكر ما بينتجش سكر بس، أكيد بينتج حاجات تانية. هقول له حيث يدخل في صناعة الورق والخشب. 14، الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. هقول له لفقر المراعي. 15، للإبل العربية شهرة كبيرة. هقول له حيث تستخدم في سباق الهجن. 16، للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في الوطن العربي. هقول له لثلاث أسباب. ألف، إن هي مصدر لغذاء الإنسان حيث تمد باللحوم والألبان.
رقم ب توفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة. رقم ج يستخدم بعضها في النقل وأعمال الحقل. السؤال 17 بيقول اهتمام الدول العربية بتربية الدواجن. هقول له للاستفادة من بيضها ولحومها، وتستخدم كبديل للحوم الحمراء. 18 تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي. هقول له هنا لعدة أسباب، منها إن هي تمد الإنسان بالغذاء البروتيني الأساسي الذي يحميهم من الأمراض. رقم ب تعوض النقص في الثروة الزراعية والحيوانية. رقم ج تساعد الثروة السمكية في ازدهار مشروعات التصنيع مثل حفظ وتعليب الأسماك. 19 قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي رغم طول سواحله. هقول له لعدة أسباب، ألف استخدام الصيادين الأساليب البدائية في الصيد وفي نقل وحفظ الأسماك. رقم ب التلوث الذي يؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الأسماك. رقم ج ترك الصيادين حرفة الصيد واتجاههم للعمل باستخراج البترول والتعدين. رقم د الصيد في أوقات ممنوعة واستخدام الشباك الضيقة. بعد كده سؤال 9 بيقول لنا ما النتائج المترتبة على قيام الزراعة في الوطن العربي منذ القدم. هقول له أدى إلى استقرار الإنسان وقيام أقدم الحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة. رقم 2 جريان العديد من الأنهار بالوطن العربي أدى إلى قيام الزراعة في هذه الدول التي يوجد بها الأنهار. 3 تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة. هقول له أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. السؤال 4 زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. هقول أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات الزراعية. رقم 5 تذبذب كمية الأمطار في الوطن العربي من عام لآخر. هقول له أدى ذلك إلى تذبذب الإنتاج الزراعي وقلة الزراعة في الوطن العربي. رقم 6 هنا بيقول الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة في الوطن العربي أدى إلى حدوث مشكلة التصحر. 7 انتشار المراعي الفقيرة في الوطن العربي. هقول له أصبح الأغنام أكثر حيوانات انتشارا في الوطن العربي، تمام، وقلة الثروة الحيوانية في الوطن العربي. رقم 8 طول سواحل الوطن العربي وتنوع المجاري المائية بالنسبة للإنتاج السمكي. هقول أدى ذلك إلى غنى الوطن العربي بالأسماك ذات القيمة الاقتصادية. 9 تلوث المياه واستخدام الأساليب البدائية في صيد الأسماك بالوطن العربي. هقول ذلك أدى ذلك إلى قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. بعد كده سؤال 10 ماذا يحدث إذا اعتمدت معظم الدول العربية على الري من الأنهار. هقول ذلك لم يحدث تذبذب الإنتاج وانتشار الزراعة بالوطن العربي. السؤال الثاني استخدام الدول الوطن العربي الأساليب الحديثة في الزراعة. هقول له ذا يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الزراعي بالوطن العربي وحدوث التبادل والتكامل. 3 تم توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية في مصر في العربية. هقول سيؤدي ذلك إلى تنمية الثروة السمكية في الوطن العربي وزيادة اللحوم الحمراء. ماذا يحدث إذا زاد الإنتاج السمكي في البلاد العربية؟ هقول له تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان من الإنتاج السمكي وعدم قلة الأسماك. بعد كده يا جماعة الأسئلة اللي باقية دي أسئلة عادية جدا، اللي هي مثلا أحدد المقصود بكل مصطلح. محاصيل صناعية وتجارية هي المحاصيل التي تدخل في الصناعة والتجارة مثل القطن والقصب السكر. المراعي الطبيعية هي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان، تمام، وتوجد في شمال وجنوب الوطن العربي.
سؤال 12 بيقول دلل جغرافيا على صحة كل عبارة من العبارات الآتية: تتعدد مصادر المياه العذبة بالوطن العربي. هقول عندنا يوجد 3 مصادر للمياه العذبة: ألف الأمطار، ب المياه السطحية بين قوسين الأنهار والبحيرات، ج المياه الجوفية بين قوسين الآبار والعيون. بيقول لنا هنا تعاني الزراعة في وطننا العربي من مشكلات. طبعا ممكن نقول له 3 4 مشكلات، مش لازم نكتب كل حاجة. بس أول مشكلة عندنا تذبذب الإنتاج. هقول له بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على مياه الأمطار. 2 عدم الاستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. 3 قلة استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة. 4 التصحر. سؤال 3 بيقول تمتلك مصر جميع أنواع المصايد السمكية. هقول له الدليل: يوجد بها المصايد البحرية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويوجد بها المصايد البحيرية مثل بحيرة آه، ناصر والبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، والمصايد النهرية مثل نهر النيل، والمزارع السمكية. طبعا المقارنات ديت احنا ممكن يكون قلناها في بما تفسر، ممكن انتوا تجاوبوها. بعد كده بيقول لنا هنا سؤال 14: حدد مصدر الري الذي تعتمد عليه كل منطقة من يعني الأجزاء الشمالية للوطن العربي. طبعا مصدر الري هنا الأمطار الشتوية. اليمن وجنوب موريتانيا وجنوب الصومال طبعا الأمطار الصيفية. السهول الفيضية في مصر والسودان طبعا ايه الأنهار. واحد الداخلة والخارجة طبعا دي المياه الجوفية. بعد كده بيقول لنا وضح المشكلات تواجه الزراعة، ودي قلناها. من وجهة نظرك ما مقترحات لك لتنمية الثروة الحيوانية في الوطن العربي؟ هقول الاهتمام بالرعاية البيطرية. الاهتمام بالرعاية البيطرية، وعندنا كمان آه توفير أو الاهتمام بالمراعي الطبيعية. بعد كده ما رأيك في قيام بعض الشباب بشراء قطعة أرض في الصحراء لاستصلاحها؟ طبعا موقف جيد، لأنه يساعد ذلك إلى زيادة الإنتاج الزراعي. استخدام الصيادين للشباك الضيقة في الصيد. طبعا قرار خاطئ، لأنه يؤدي ذلك إلى قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. بعد كده للثروة السمكية أهمية كبيرة للوطن العربي في توفير الغذاء البروتيني وحمايتهم من الأمراض في دول العبارة. وضح أسباب قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي. احنا قلناها برضو: كاستخدام الصيادين للأساليب البدائية في الصيد، والتلوث، وترك الصيادين لحرفة الصيد واتجاههم في لاستخراج البترول والتعدين. وبعد كده عندنا هما دول ال3 أسباب، وفي سبب رابع انتوا ممكن تستنتجوه بعد كده. ما مقترحاتك لتنمية الثروة السمكية؟ طبعا حماية المية من التلوث. ممكن سبب تاني استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الصيد. الاهتمام ببناء الأساطيل المجهزة بأحدث ال الأدوات. بعد كده تحسين أحوال الصيادين ورفع مستوى معيشتهم. وبكده يا جماعة يكون حلنا مع بعض الجزء الثاني من حل أسئلة الوحدة الأولى لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. أتمنى الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم حل الأسئلة الوحدات اللي بعد كده إن شاء الله. شكرا ليكم، وبالتوفيق لكل طلبة سنة تانية إعدادي إن شاء الله.